عايزة ازاي تسيطري بذكاء وبحب من غير شد وجذب وصوت عالي؟ تعالى أقولك تعملي ايه. خطوات بسيطة جدا بس هتفرق معاكي كتير جدا، وهتخليكي تحسي فعلا ان انتي مسيطرة. الاتزان والهدوء في العلاقة مهم جدا، لازم تراقبي ردود افعالك ولازم تكوني هادية ومتزنة. لو حسيتوا ان انتوا دخلتوا في جدال او في صدام وخايفة تغلطي، قولي له انا سامعاك كويس بس بفكر في كلامي، او تمام خليني ارد عليك بس بعد شوية. اكسبي وقت، يعني تقعدي تقولي له كلام حلو ان انت مبسوطة ان انت معاه، طريقتك دي عجبتني قوي. دايما المدح بيخليه دايما يكرر التصرف بس من غير ما تطلبيه. شوفي الحاجة الحلوة اللي هو عملها حتى لو بسيطة، هتبصي تلاقيه طالما شكرتيه عليه أو انبسطتي أوي لما عمله، هتلاقيه بيكرره وبيتطور فيه من غير ما تطلبيه مباشر. لما تيجي تطرحي رأيك اعمليه بحكمة مش بأمر، يعني خدي رأيه، قدمي له اقتراحات، قولوا ايه رأيك نعمله كذا ولا كذا، مش تقولي له هنعمل كذا. لا، تفرق كتير. ايه رأيك دي بتخليه يحس فعلا ان انتي بتديله اوبشن، نفس الوقت بتديله اوبشن من اللي انتي عايزاه، ده يا ده. هما الاتنين انتي عايزاهم، حاجة منهم جت تمام، الاتنين جم تمام. لكن لو قلتيله انا عايزة كذا وهنعمل كذا، ده لا، الطريقة دي ما بيحبهاش. كمان لو بدأ الجدال، خلي سلاحك دايما الصمت، او تردي بالطريقة الذكية اللي انا قلتلك عليها. وخلي دايما في وسط الخناق التوقيت ده اهم حاجة. خلينا نكمل كلامنا لما نكون هاديين. لما تلاقي ان خلاص الموضوع بقى كبر جامد، خليكي ايه دايما كده، ايه بدل ما نرد ونحس ان احنا هنغلط، طب خلينا نكمل كلامنا لما نكون هاديين، عشان خاطر احنا ايه، لو اتكلمنا واحنا متضايقين دلوقتي هنضايق بعض جامد وهنزعل بعض جامد، وانا مش عايزه ازعلك ولا عايزك تزعل. خليكي فاكره دايما ليه الحاجات الكويسه. انا فاكره ان انت عملت كذا كذا عشاني، انا فاكره ان انت عملت 1 2 عشاني. فيبقى دايما بتفكري بالحاجات الحلوه اللي عملها عشانك. يبقى انت كده مش ناكره لاي حاجه حلوه هو عملها عشانك، ده انت كمان فاكراها وبتفكري بيها. يبقى انت تبقي جاهزة في الكلام ده صدقيني بتكسبيه بيه جدا جدا جدا. وبرضه بدل ما تقولوا له انت مقصر وانت 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 وتحكمي عليه وتتهميه، انت كده بتخسريه حرفيا. لا، قولوا له انا عارفة انك مش مقصر، له كلمة قبلها وبعدها قولوا له على الحاجة اللي انت عايزاها، بس من غير اي نوع من انواع التجريح. ولو عايزة وجهيه بطريقة غير مباشرة. يعني ايه؟ وجهيه للفعل اللي انت عايزاه بس من غير اوامر. قلتلك بانك تاخدي رأيه بالنسبة للشيء ده. كمان التوقيت قلنا توقيت مهم، اختار الوقت اللي يسمعك فيه، وكافئيه على اي حاجة يعملها، حتى لو كلمة انا بحب طريقتك في الكلام دي، انا بحب ان انت تعمل معايا كذا. مع التكرار على الأسلوب ده انت هتعملي له برمجة، وهتخليه من غير ما يحس بيتعامل معاكي بطريقة تريحك، من غير أي صراع ومن غير ما تدخلي معاه في أي جدال أو نقاش. هقولك كمان على شوية حاجات تعمليها لو رد عليكي أي رد. يعني مثلا لو هو مثلا على صوته عليكي، انت هتقولي له ايه؟ هتقولي انا مش هعرف اتكلم دلوقتي واحنا صوتنا عالي، خلينا نتكلم او نهدى الاول وبعدين نتكلم عادي. او انا سامعه انا سامعاك كويس بس انت غضبان، خليني اسمعك وانت هادي. يبقى انت كده ايه رديتي عليه، وهو ايه لما يعلي صوته ده محتاج منك هدوء واتزان. طيب لو انت طلبت منه طلب ورفضه، هتعملي معاه ايه؟ قولوا له انا مقدره جدا رايك بس فعلا انا محتاجه منك انك تساعدني المره دي عشان خاطري. او قولي له خليني اوضح لك ليه الموضوع ده مهم بالنسبه لي. او مثلا حاجه تانية، قولي له ايه طب بقول لك ايه، ممكن نجربها بس المره دي، ويا سيدي لو ما عجبتكش خلاص مش هضغط عليك فيها تاني. يبقى دي حاجات لو رفض طلبك. وكل طريقه بتختلف من طريقه لطريقه، وطريقه الكلام ونبره الصوت تفرق كتير جدا جدا جدا، مش مجرد كلمتين هتقوليهم. طيب نفترض مثلا ان وجه لك وما ردش عليكي وانتي قاعدين كده، قولي له انا حابه نتكلم مع بعض بس لما اكون فاضي. يبقى انت كده نبهتيه.
أو قولي له مثلا إيه، أنا هستناك لما تخلص اللي في إيديك وبعدين نتكلم مع بعض، برضو دي طريقة. أو تقولي له أنا محتاجة أتكلم معاك بس إيه فضفضة كده بس لما أكون فاضي. كل طريقة براحتك فيها، بس أهم حاجة نبرة الصوت، تحافظي على هدوئك، تكوني متزنة في الوقت ده، وتعرفي إن أنتي تعودي نفسك على ده. طيب لو مرة مثلا اتهمك إنك بتتحكمي وعمالة بتحكمي عليه، تقولي له أنا مش قصدي أتحكم، بس أنا قصدي إن احنا نسهل حياتنا. أو تقولي له أنا كنت عايزة رأيك معايا مش ضدي، أنا كنت بس عايزة رأيك، لكن احنا مش ضد بعض. طيب نفترض مثلا لو هو عايز يعمل حاجة مش عاجباكي أصلا، هتقولي له إيه؟ تقولي مثلا أنا مش مرتاحة للفكرة اللي أنت قلتها دي، بس ممكن نفكر في بديل يرضينا احنا الاتنين، يرضيك ويرضينا. أو مثلا تقولي له أنا بحترم رأيك جدا جدا، بس يعني إيه، خد رأيي أنا كمان في الاعتبار، يعني رأيك على راسي، بس كمان برضو خد رأيي أنا كمان في الاعتبار إن الحاجة دي مش هتريح. برضو يبقى انت كده كلمتيه بطريقة، اديتيه له اوبشن، في نفس الوقت ايه كلمتيه بطريقة كويسة جدا. راجع اصلا من بره مخنوق ومتضايق ومش طايق نفسه، هتعملي ايه؟ وانت طبعا في كلام مهم لازم تقوليه. طيب ممكن تقولي له انا جنبك هنا، لو حابب نفضفض نفضفض، مش حابب دلوقتي كلم بعدين. او مثلا تقولي له واضح عليك قوي ان انت تعبان ومتضايق، ماشي تحب اسكت دلوقتي ولا نرغي شوية مع بعض؟ يبقى انت كده برضو حسستيه ان انت فاهماه وحاسه بيه، بس في نفس الوقت انت بتديله اوبشن، مش بتفرضي عليه. لو هو بقى من النوع اللي عمال يجادل وعمال على بطال على الفاضي والمليان، لازم تقطعي الجدال ده بأي شكل. ان انت مثلا تقولي له انا مش ضدك، بس انا مع الحل اللي ممكن يريحنا احنا الاتنين، وخلينا نأجل النقاش دلوقتي لحد ايه ما تهدى. انت بتديله احساس انك بتحترميه، وفي نفس الوقت بتوجهيه للرأي اللي انت عايزاه. كلمة محتاجة ديت بتخلي اي راجل يحس ان هو مهم وان هو سند ليكي. خلينا نفكر فيها سوا. لما بتيجي توقفي الجدال وبتخلي الكلمة الأخيرة عندك، أو مثلا في وقت مثلا زعل أو وقت تفتحي له كلام مثلا عشان يثبت لك إن هو قد الثقة دي، بتقولي له مثلا إيه، أنا واثقة فيك إن أنت مثلا هتعمل معايا كذا كذا كذا. كلمة أنا واثقة فيك في الأول دي برضو بتخليه إن هو ما يفقدش الثقة دي. مدحك ليه مثلا بيخليه يقرر التصرف، أو إنك مثلا حتى لو هو رافض الحاجة بتخليه يوافق عليها. لما بتربطي راحتك بالطريقة اللي انت عايزاها بتخليه دايما يفكر. انت كده بتسلميه القرار ولكن في الاتجاه اللي انت رسمتيه، فبتكسري بقى اي حتة عناد عنده وبتخليه يلين فورا. فالحاجات دي كلها كلمات ممكن تقدري تبني بيها وتسيطري بطريقة هادية وذكية من غير صدام ومن غير تكرار. هيتبرمج ويستجيب لك بالاسلوب اللي انت عايزاه من غير ما ندخل في صراعات وبمنتهى السهولة. وكلميني في التعليقات وقوليلي على أكتر أسلوب معرفتيش تتصرفي فيه وأنا أقولك تعملي إيه.